مسلسل لام شمسية من أكتر المسلسلات اللي أنا استمتعت جداً وأنا بتفرج عليه، لأن هو مش بيكلمك بس عن الأحداث والتروما اللي بتحصل لك وإنت كبير، لأ، هي بيحكي لك عن الحاجات اللي بتحصل لك من وإنت صغير وبتسمع عندك وإنت كبير، فتلاقي نفسك علاقاتك وكل حياتك الاجتماعية فيها تأثير وفيها حاجات أنت مش فاهمها ومش فاهم أنت ليه بتعملها أو أنت مش مرغوب من وسط الناس ليه. هما قدروا يشرحوا كل ده في المسلسل ويشرحوا إن كل حاجة حتى لو صغيرة بتحصل لك وإنت صغير بتسمع عندك وإنت كبير، سواء في أخلاقياتك أو في تصرفاتك أو الكلام ده. قدروا يشرحوا ده بطريقة مبسطة إن هي توصل للناس حتى لو كان مش دارس صحة نفسية أو مش دارس خالص. كل الناس اللي هتشوف المسلسل هتفهم منه حاجات كتير جداً. هم قدروا يشرحوا قضية كاملة بطريقة مبسطة جداً، وشابوه للولد الصغير بجد. بجد علي ده عمل أحلى دور، يمكن هو أكتر ممثل أنا معجبة بيه جداً ومعجبة بأدائه وبطريقة تمثيله، لدرجة إني أنا وأنا بتفرج كانت أكتر حاجة عجباني في المسلسل هو، بالرغم من إنه شابوه لكل الممثلين، لكن بصراحة هو كان رائع رائع رائع. وأحمد السعداني وأمينة خليل عملوا دور حلو جداً، بس بصراحة هو كان أكتر حاجة جميلة في المسلسل وأكتر واحد عمل الدور بطريقة واقعية جداً. حاجة بقى بسيطة لازم تفهمها، إن جسمك مش بينسى الوجع، يعني ممكن يحصل لك موقف وإنت صغير، حتى لو موقف إنت مش فاكره دلوقتي، تكبر فاكر الموقف ده، جسمك اللي فاكر الموقف ده مش إنت، فهتلاقي عندك وجع دايماً، يعني تلاقي نفسك مهدود وتلاقي نفسك مش أحسن حاجة في علاقاتك، ما عندكش الباور ولا الشغف، والحاجات دي جسمك بيحتفظ فيها زي فلاشة. في كتاب The Body Keeps Score كانوا بيتكلموا إنه جسمك ده زي فلاشة بياخد نسخة كده من الوجع يشيلها جواه، وكل ما يحصل لك موقف مشابه أو حتى ألم مشابه يبدأ يطلع لك الذكريات دي على الوش من غير ما يفكرك إيه اللي كان وجعك زمان. ده هيخليك ما تسمعش كلام الناس اللي تقولك يا عم عدي وانسى، ما كله بيعدي. هو كله بيعدي بس جسمك ما بيخلوش يعدي، جسمك بيحتفظ بالحاجات دي جواه ويبدأ يخرجهولك على هيئة ضيق تنفس أو إن أنت تحس بقلق وتوتر مزمن. وكل ده قالهولك دكتور باسل. عشان تعرف تعدي الكلام ده لازم كل موقف تقف عنده وتعديه صح، وتدرس نفسك كويس وتدرس أنت عديت بإيه، لكن ما فيش حاجة اسمها عدي وانسى وكله بيعدي. أكبر حاجة غلط بتعملها إنك بتفضل تلوم نفسك على اللي عدى كله. في جهاز في مخنا اسمه الأميجدالا، الأميجدالا ده بيفضل شايل ومخزن الوجع جواه، فتلاقي نفسك جسمك في وضع الاستعداد، إنه شايل الذكرى وقاعد مستعد خايف أول لما يجي يحصل يروح مطلع لك الموقف والصدمة، فتلاقي نفسك الصدمة بتتكرر كتير جدا في مواقف صغيرة، في الزحمة بقى تلاقي نفسك اتخانقت مع واحد صاحبك في الشغل على حاجات صغيرة. ده عشان جسمك عامل وضع الاستعداد، فأنت مش بتتدلع، هو جسمك ومخك واقفين عند اللحظة اللي انت اتصدمت فيها وشايلين الكلام ده ومخزنينه، فجسمك على طول في وضع الاستعداد، أول ما يجي يحصل حاجة يروح مطلع لك الموقف على طول. واحنا في الموقف ده بنعيط ونصوت ونلطم، يلا يا عم الطم، وانت ما حصلش حاجة، دي خناقة كانت صغيرة كانت تعدي. فطول ما انت بتلوم نفسك ده بيزود وضع الاستعداد ده، لكن لو قللته يمكن ده بيقلل شوية من مخاطر الموضوع. التعافي الحقيقي هيبدأ من إحساسك بالأمان، فلازم تحسس نفسك بالأمان. ابدأ حسس نفسك بالمناطق الآمنة تاني حواليك، حتى لو كان ده تنفس أو مكان بتحب تروحه يكون هادي. لازم تقعد في مكان طول الوقت وتحاول تفرغ الصدمات والأجزاء اللي في دماغك اللي حصل لها شوك، يعني صدمة. فلازم طول الوقت يكون عندك مكان كده بتروحه كل فترة تعمل لنفسك زي ديتوكس، بحيث ان انت ما تبقاش طول الوقت في وضع الاستعداد والصدمة ده، فتحاول تقلل عن نفسك الاسترس شوية. الأطفال بقى ما بيعرفش يقولك أنا عندي PTSD، يعني الأطفال لما بيعدوا بصدمة فتلاقي الطفل حاسس طول الوقت إنه موجوع، بس هو مش عارف يقولك الإحساس ده، فتلاقيه بيرسم حاجات غامقة أو بيعيط من أقل حاجة أو عنده عدم فقدان للأمان والثقة. فلازم تحس بالوقت ده بالطفل، ولازم تهديه وتفهمه إنه مش لوحده،
ولو انت حاسس ان في حاجة وجعاك، احنا كمان يا كبار عندنا حاجات زمان وجعتنا وصدمتنا. فلو انت حاسس انك مصدوم من حاجة او في حاجة تعباك، حاول انك تفكر انت ايه اللي خلاك تحس بالوجع ده. لازم تتكلم مع الطفل، تحاول تشرح له إنه المشاعر دي حاجة إحنا كلنا بنحس بيها، فلازم تفهمه مشاعره بطريقة بسيطة. العلاج المعرفي السلوكي بيجيب الأطفال وبيعلمهم واحدة واحدة يفهموا مشاعرهم، زي إيه إحساس الغضب وبيجيلنا منين، إيه إحساس الحزن وبنحسه إمتى. فلازم نتكلم مع أطفالنا طول الوقت في الحكاية دي. هرمون الكورتيزون بيعلى في الجسم كل ما بنحس بتوتر وخوف، وبيفضل عالي وبيفضل متخزن في جسمك، وبيعمل لك أعراض جسدية ونفسية كتير جدا بتوترك. عشان تعدي من الموضوع ده، جرب نظام 8-7-4. نظام 8-7-4 ده نظام تنفس، بتاخد شهيق 4 ثواني وتبدأ تكتمه 7 ثواني وتبدأ تخرجه على 8 ثواني. الموضوع ده بيعمل زي ريستارت لدماغك، فيخليك تبدأ من الأول تاني، إن هرمون الكورتيزول يقل في جسمك شوية بشوية، فتبدأ تهدى وتبدأ الأعراض بتاعة الخنقة والضيقة وإنك حاسس إنك مش مرتاح تقل شوية بشوية. جرب هتدعيلي. وحاول تفرغ الحاجات اللي جواك بأنشطة. لو انت مش عارف تتكلم، اعمل أنشطة كتير، ارقص بقى، ارسم، حاول تروح الجيم، النظام اللي انت بتحب تعمله. اتمشى شوية يا سيدي، اتمشى في الهواء بتاع الصبح، أو إنك تمسك ورقة وتكتب، وأنا أنصحك بده. ده هيفرغ عندك المشاعر وهيفهمك أنت حاسس بإيه. بس لو مش عارف، اعمل أي نشاط، اجري بسرعة. العلاج النفسي مش عيب ولا حرام. العلاج النفسي ده أنجح الناس في العالم بيروحوا لدكتور نفسي. بس العلاج النفسي كتير، مش أدوية، والله ما أدوية. في علاج نفسي زي المديتيشن، على فكرة ده حلو جدا وبيخليك ترجع لنفسك تاني. أو حتى العلاج السلوكي المعرفي، أو حتى إنك تفضفض شوية للدكتور فيبدأ يفهمك كل حاجة أنت حاسس بيها. كل الحاجات دي هتساعدك وهتدعمك من تاني وهترجعك أحسن من الأول. وما تقعدش لوحدك، صدقني ما تقعدش لوحدك. واكتب لي في الكومنتات، هقولك حاجات أكتر هتساعدك. بس لو وصلت لهنا في الفيديو، فأنت مش بس سمعت الفيديو، أنت كمان بدأت تفهم إزاي أنت موجوع وإزاي هتتخلص من الوجع ده. وما تنساش تعمل لي اشتراك وشير وكتير. وبس كده، باي باي.